إله إلا الله محمد رسول الله. وجل إشارة إلى المسألة اللي نبهت عليها، وهي ما يتعلق بأن بعض الناس يظن أنه إذا كان مقعدا أو كان مريضا مرضا مخوفا لا يستطيع معه القيام أو الاستواء أن الصلاة تسقط عليه. الصلاة لا تسقط على الإنسان ما دام حيا. بعضهم يشكل عليه الطهارة، يقول لا أستطيع الطهارة ويصلي بلا طهارة. لهذا الله عز وجل يقول كما في وصية عيسى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ما دام الإنسان فيه نفس حياة ومدرك فتجب عليه الصلاة. إذا كان مقعدا نقول يومي برأسه. إذا كان لا يستطيع أيضا حتى الإمام برأسه نقول بعينيه، يشير يستحضر أنه يصلي. لا بد أن تكون الصلاة. بعض الناس يقول حتى الإنسان ربما يمنع حتى من كشف عينيه لشدة المرض مثلا، نقول يصلي بذهنه. لهذا الله عز وجل في صلاة الخوف أمر الإنسان يصلي ولو كان راجلا يجري وهو طريدا يستحضر الصلاة. كيف يصلي الذي يجري؟ ربما حتى بصره في حرب يعني. حتى في حرب يعني ينبغي الإنسان أن يعلم أن الصلاة لا تسقط على الإنسان بحال ما دام من أهل التكليف ولو كان مقعدا. ولهذا الله عز وجل والاستقبال القبلة أيضا يسقط عنه حتى استقبال القبلة إذا كان عاجزا، والطهارة تسقط عنه إذا كان لا يستطيع أيضا ولا يستطيع أن يطهر فييمم بالتراب. إذا كان لا يستطيع أيضا ولا يجد التيمم فإنه يؤدي الصلاة على قول عامة العلماء.